الفيديو ده احنا هنعمل فلوس. انت مش متخيل انا متحمس قد ايه وانا جاي اعمل معاك التحدي ده. الفيديو ده لا الا هنعمل فلوس يا الا انا مش هرفع الفيديو ده على اليوتيوب. ولو انت اول مره تشوفني فانزل اعمل اشتراك في القناه ويلا بينا. والتحدي اللي هعمله معاك النهارده هو الفليبنج. والفليبنج باختصار هو انك تشتري حاجه مستعمله اونلاين وتعمل عليها تعديل صغير وترجع تبيعها تاني بسعر اعلى من اللي انت اشتريت بيه، وبكده تعمل فلوس. وده كده الموضوع باختصار. وده اللي احنا هنعمله الفيديو النهارده. وقبل ما نخش في الجزء العملي مع بعض خليني اشرح لك بالظبط الخطوات اللي احنا هنمشيها. الفكره العامه في الموضوع ان احنا هندور على ناس بتبيع حاجات اونلاين ويكون الحاجه دي قيمتها كويسه وسعرها كويس بالنسبه لسعرها الاصلي. ولو عايز تعرف احسن مكان الناس بتبيع فيه منتجات بسعرها اقل من السعر بتاعها فيلا بينا على الماركت بليس. الماركت بليس من احسن الاماكن اللي هتلاقي فيها اسعار كويسه والناس بتبيع عليها حاجات اونلاين سواء مستعمله او جديده. واللي هنبدا نعمله دلوقتي ان احنا هنبدا ندور على منتجات سعرها كويس ونبدا نقارن ما بين السعر ده وسعرها الجديد. ولو فعلا لقينا المنتج اللي احنا بندور عليه بسعر كويس هنبدا نشتريه وندور بعد كده على حد يشتريه مننا. واحنا هنا كده على الماركت بليس زي ما انت شايف تلاقي بقى منتجات اشكال والوان وباسعار مختلفه وحاجات كتير. طبعا انت هنا هتلاقي حاجات مش باسعارها الحقيقيه اللي موجوده، فانت لازم تخش تسال وتسال على السعر الحقيقي، لان طبعا الناس بتكتب فري وهتلاقي بجنيه وب 10 جنيه ودي اسعار مش حقيقيه. احنا اتفقنا ان احنا هنشتري منتجات يوزد، فهنخش هنا في السيرش بار وهنكتب يوزد وهنحدد الفلوس اللي احنا او اقل سعر احنا عايزين نشتري بيه واعلى سعر عايزين نشتري بيه. فاحنا هنحدد نقول اقل سعر 500 واعلى سعر هنشتري بيه منتج يكون ب 2000 جنيه. وبناء عنه المنتجات اللي هتظهر لنا هيبدا يظهر لك منتجات كتير وفرايتي كتير. ابدا دور بقى لحد ما تقع على حاجه كويسه. هتلاقي هنا باور بانك، هتلاقي كوتشيات، هتلاقي موبايلات، هتلاقي ايربودز، هتلاقي حاجات كتير. هنبدا ندور هتلاقي العاب بلاي ستيشن، العاب. خلي بالك سوق الالعاب من الحاجات اللي فعلا بتكسب. تقدر تشتري ان اي حد بيشتري اللعبه بيقفلها خلاص زي منها، بيبقى عايز يبيعها فبيبيعها بسعر قليل جدا، واللي عايز يشتريها بيدفع فيها الفلوس اللي هو عايزها. فدي من الحاجات الحلوه قوي اللي انت ممكن تشتري وتبيع فيها. خلينا بقى ندور كده، هروح ادور على كام منتج واظبط الدنيا وارجع لك تاني. 2 hours later. بص يا معلم، انا بقالي كده بتاع ساعتين عمال ادور على منتجات ولقيت ثلاث اربع منتجات فعلا فيهم فرص ربحيه كويسه. واكتر حاجه لفتت انتباهي المنتج اللي قدامك ده. انت هتستغرب من المنتج، وهو مضرب سكواش سعره عامل 1800 جنيه. هو انا عشان عارف سعر المنتج ده من الميت نبيعه من 2000 ونص ل 3000، لان انا عارف سعر المنتج ده كويس وكنت بعت فيه قبل كده. فالمضرب ده نقطه. انا بعت لاصحاب الثلاث منتجات او اربع منتجات، بعتنا لهم ومنتظرين الرد علينا، وهنشوف الرد هيجي بايه. واول ما حد يرد ونخلص معاه هننزل ونشتري المنتج على طول. طيب اللي انا جاي اقول لك بقى ان احنا توفقنا الحمد لله في شراء المضرب، ويتواصل معانا الراجل رد علينا بسرعه بصراحه ونزل بسعر المضرب كمان شويه. فاحنا هيوصل لنا لحد البيت بالتوصيل ب 1600 جنيه. واول ما نوصل المضرب هصوره لك وهوريه لك عشان بعد كده نبدا نعرض المضرب ده، وهقول لك هنعرضه ازاي وان شاء الله نبيعه مع بعض. واخيرا وبعد طول انتظار جالي المضرب المنتظر. والله العظيم مش عايز اقول لك ان المضرب حالته يعني ممتازه بالنسبه لسعره. في شويه خدوش هنا وبتاع وكده، لكن دي اوريدي لازقه يعني ممكن تتشال وتتغير. وده اللي انت المفروض تعمله، ان انت تروح لازق لزقه هنا عشان تقدر تبيعه بسعر اغلى. اللزقه دي تقريبا ثمنها 50 جنيه، يعني مش حاجه. لو انت لزقت اللزقه دي ممكن تحط على سعره بدل ما انا هعرضه دلوقتي ب 2000 ونص انت ممكن تعرضه بثلاثه وهكذا. فهنبيع بقى دلوقتي. احنا جبنا المضرب هنبيعه ازاي؟ عندك طريقتين من البيع. اولا ان انت تعمل تاني على الماركت بليس، هتصوره او بنفس الصور اللي انت اشتريت بيها تصوره وتبدا تعرضه على الماركت بليس، وده انا هعمله. وبجانب ده في جروب كتيره بقى يا معلم، تخش هتلاقي جروب كتيره عن الاسكواش، حدث ولا حرج على الفيسبوك. وهتلاقي ناس كتير جدا بتطلب الحاجات دي. الناس من ولادها مثلا بيبقى جايين يتدربوا جديد، فبيبقى لان كل مستوى ليه مضرب معين وحاجات زي كده. فانت هتلاقي كل واحد عنده مضرب قديم بيبيعه او واحد لسه داخل وعايز يشتري المضرب الجديد. انا بقول لك المضرب ده انا هرميه ب 2000 ونص وان شاء الله هبيعه، وهقول لك انا بعته بمين وهوريك الرسائل وهوريك الحاجه اللي انا اشتريت بيها المضرب دي وبعت بيها ان شاء الله. هنخش هنا كده في السيرش بار ونكتب السكواش وهيجي لنا طبعا جروبس كتير. هنجرب بقى هنا، هنخش على الجروبس اهو. خلينا انا هعمل معاك الموضوع خطوه بخطوه عشان تبقى انت شايف ومتاكد ان الموضوع بيمشي ازاي. تلاقي هنا العاب سكواش، خلينا نخش كده نشوفه. نشوف اهو. بص انا اول بوست انت قابلته واحد هنا هو بيبيع مضرب مستعمل وعرضه، واحد تاني بيبيع مضرب مستعمل وعرضه،
دي كلها مضارب ناس عرضها 270. انت هتعمل بقى بوست، احنا هناخد المضرب بتاعنا هنرفعه، نعمل بوست هنا ونبدأ نعرض المضرب بتاعنا، وهنشوف هيجي لنا تفاعل عليه ازاي، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. One day later. احنا كده قلبنا تاني يوم في التصوير، واحنا مش عايز اقول لك جالنا اكتر من 12 واحد سألوا على المضرب، وفي واحد بالفعل خلصنا معاه في المضرب وكان السعر 2300 جنيه. احنا نبيعه 2300 جنيه، اشتريناه ب 1600 جنيه، يعني احنا كسبنا 900 جنيه مكسب في خلال يوم واحد من بيع مضرب. طيب انا ايه اللي خلاني اشتري مضرب وما اشتريتش حاجات تانية؟ اولا المضرب لان انا ما كنتش عايز انزل اشتري الحاجه بنفسي، فالمضرب هي مش حاجه الكترونيه ومش حاجه ممكن تلاقيها بايظه او تلاقيها مش شغاله كويس، فانت لازم تتاكد من الحاجه اللي انت بتشتريها. لو انت بتشتري ايربودز، بتشتري بلاي ستيشن، بتشتري دراع، ايا كان الحاجه اللي انت بتشتريها، فلو هي حاجه الكترونيه انت لازم تنزل بنفسك او حد من طرفك يروح يتاكد الحاجه شغاله، عشان ما تجيبهاش وفي الاخر تلاقيها بايظه فتخسر فلوسك. وخليني بقى اوضح لك شويه نقط كده. انا كده وريتك الجانب الوردي اللي هو الجزء العملي اللي احنا بالفعل مسكنا بيه فلوس، بعنا اشترينا حاجه ب 1000 ونص وبعناها ب 2300 جنيه. لكن في النص شويه حاجات كده انا مش هوضحهم لكش في الفيديو، ولازم اوضحهم لك دلوقتي. الموضوع مش وردي بالشكل اللي انت شايفه ده، لا، الموضوع انت بتتعب فيه فعلا على ما تدور وتلاقي منتج كويس وتبقى متاكد من سعره، عشان تعرف تبيعه تاني بشكل كويس وما تخسرش فلوسك. انا الحمد لله عمري ما خسرت ان انا جبت حاجه وبعتها وخسرت فيها، لان السوق كبير وناس كتيره بتشتري الحاجه، فانت ما تفتكرش ان انت الوحيد اللي عارض المضرب ده ومش هتبيعه او ايا كان اللي انت اشتريته ايه. النقطه الثانيه ان انت بتبعت لناس كتير قوي وممكن ما يردش عليك فيهم واحد او اثنين او ثلاثه. ليه؟ لان في ناس تانية كتيره برضه بتبقى مكلماهم، فممكن حد عرف يوصل معاه لسعر كويس فما يردش عليك خلاص، والاعلان بتاعه اتباع واتقفل. فانت بتتعب شويه في انك بتدور على المنتج بتاعك. ونفس الكلام في ان انت وانت بتبيع المنتج، انت ممكن 10 12 13 واحد يخشوا يكلموك، بس هو واحد اللي انت بتبقى بيكمل معاك للاخر وفعلا عنده جديه للشراء. فانت بتاخد شويه وقت، بس خلينا نتفق ان احنا في حوالي يوم ونص كسبنا فيهم 900 جنيه. رقم 900 جنيه مش وحش، ممكن مش الكبير اللي انت متخيله، لكن احنا بادئين براس مال من 1600 جنيه وصلنا ل 2300 جنيه، فانت بعت ب 900 كسبت 900 جنيه، فده رقم كويس. الموضوع ده بقى اهم حاجه فيه ان انت كل ما بتعلي راس المال اللي تقدر تبدا بيه من البدايه، يعني احنا ابتدينا ب 2300، لو تقدر تبدا بخمسه ابدا ب 10، ابدا تشتري حاجات اغلى، فهيبقى هامش الربح بتاعك اعلى. لانك ما تتخيلش انك تروح تشتري حاجه ب 500 جنيه وهتكسب فيها 1000 جنيه. 500 جنيه هتكسب فيها ماكسيموم 100 150، حاجه ب 1000 ماكسيموم هتكسب فيها 500 او 300 وهكذا. فكل ما بتعلى براس المال اللي انت اشتريت بيه، ده هيرفع معاك البروفيت او المكسب بتاعك في النهايه. انا كده خلصت الفيديو وعرفتك الطريقه، ويا رب تكون استفدت، ولو استفدت ما تبخلش عليا باللايك والشير عشان غيرك يستفاد. وسلام.